ايه بقى اللي بتبقوا مستنيينه من اللي حواليكم في الفترة دي؟ ايه اكتر حاجة بتبقوا مستنيينها من اللي حواليكم، بتبقوا منتظرينها كدعم ليكم؟ مم، مش عارفه بصراحه، بس انا يعني عن نفسي مم. التشجيع والدعوات دي حاجه بحسها تديكي طاقة. بتبسطني، يعني بتبسطني من الناس اللي حواليا. بحس ان كل الناس دي بتدعي، فان شاء الله ان شاء هنجح الله في ربنا الاخر. هيستجاب اكيد. يعني مش معقولة كل الدعوات دي ربنا ما يستجابش في الاخر. لا، بتحسي ان في باور، في طاقة، لانه فعلا الدعاء في طاقة، في بتحسي انه اولا بتحسي ان اللي حواليكي حاسين بيكي، مم. بيشجعوكي بيدعموكي، ففي دعم نفسي. تاني حاجة، طاقة الدعاء دي ذات نفسها قوية، يعني إذا ما كانش الدعاء يعني ليه أهمية، ما كانش ربنا ذكره إنه قد إيه الدعاء مهم، إن إحنا ندعي لبعض. مم. ف... فالتشجيع والدعاء. اه، وانه يعني حد يبقى بيطمنك. أيوة يعني أيوة، أكيد بقى على الحتة دي. يعني انا صادفت مثلا في المدرسين انواع كتير. ففي منهم اللي هو مثلا انت ازاي لحد دلوقتي ما وصلتيش لكذا، ازاي ما بدأتيش، ازاي ما عملتيش. في مدرسين اللي هو طب تمام، طب مفيش مشكلة، انا هبدأ معاكي من الاول. شوفي انت محتاجة ايه، ولو عوزتي اي حاجة كلميني كده. اللي هو يعني تطمين. بس مفيش يعني مش هيبقى لها لازمة لما اقعد اقولك انت ايه اللي انت عامله ده، انت ازاي ما بدأتش، انت ازاي ما وصلتش، انت متأخر جدا، ما ينفعش اللي انت فيه ده. حتى لو كان حقيقة، خلاص، ما هو انت لما تقول حاجة زي كده، ايه الفايدة اللي انت هتفيدها او هتضيفها للشخص ده؟ مم. يعني انت دلوقتي توتروا لما، يعني. بس هو كل المحصلة في الاخر ان انت بتزيد من التوتر بتاعه وبتزيد من القلق بتاعه. فيا اما ان احنا نقول حاجة تطمن وتشجع، يا اما خلاص ما انا ما عنديش ده، ما اقولوش. يعني يعني سنة ايه تفكير كده قبل ما سنة احساس. سنة احساس. خلاص، هي قالت سنة احساس. مش هرجعها لها.